رمز رمانة الميزان. أنا سبت جماعة الألتراس الكروية بسبب رفضهم لترشحي كرئيس الألتراس الأولمبيوي. بقول كلام مشابه لبقية المرشحين، بس الناس لسبب ما بتتقبلني أكتر. بحب جماعة الألتراس ومش طايقهم في نفس الوقت. متحرر بس بضوابط هنتكلم عليها بعدين. المجلس الأولمبي لابد أن يرحل، ويأتي مجلس منتخب يمثل كل الرياضيين الأولمبيين ما عدا الجمباز. المرشح الثالث باسم العوا، رمز كرات التنس. لابد أن نقوي الأمن في البعثات الأولمبية، لأن هناك للأسف الكثير من اللاعبين الذين يلجؤون إلى إخفاء أسلحة وأسود في غرفهم. هذا طبعا غير لاعبي التنس المندسين الذين يلجؤون إلى حقن كرات التنس بمنشطات من أجل تخريب الأولمبياد. المرشح الرابع باسم صباحي، رمز السشوار. اهم حاجه عندي ان احنا نستعيد ايام الزعيم الاولمبي الراحل. كان كل الرياضيين عايشين حياه كريمه، وكان بياخد ميداليات من الرياضي اللي معاه وبيديها للي معهوش. صحيح انتهت بنكسه رياضيه، بس ربنا يسترها معانا الايام الجايه ان شاء الله. المرشح الخامس باسم ابو اسماعيل، رمز الاسد. في حقيقة الأمر أنا لعبت كل الألعاب وشاركت في بعثات أولمبية كتير وأنا صغير. مفيش حاجة ما عملتهاش ومفيش وعد ما وعدتوش، ورئيس المجلس الأولمبي العالمي مستني بفارغ صبر علشان أنا أرشح نفسي، وأنا كل شوية بهدد المجلس الأولمبي اللي عندنا علشان يمشي بس ما بيمشيش. أنا أنسب واحد ممكن يمسك ألتراس أولمباوي، وأنا عايز أطبق النظام الأولمبي زي ما بيقول الكتاب. المرشح السادس باسم شفيق، رمز ايه؟ أنا صحيح بحب أركب خيل أحيانا، لكن ده مش معناه إن أنا مسؤول عن اقتحام الجمال الملعب الأولمبي في دورة يناير الأولمبية، ودي حاجة بشرفي بشرفي هجيب المسؤول عنها، وهفضل أقول لكم كده لغاية لما تزهقوا، عشان عندنا تحديات تانية، تحديات عظيمة مش شرط تعرفوها. واحدة من التحديات دي ان احنا هنبني مطار اولمبي تاني. انا لعبت واتلعبت وعمري ما استخدمت منشطات. احتمال بونبوني يعني. الاولمبيات هي اللي شالتني، وغصب عنكم هتجيبني تاني. ما بلاش المرشح السابع باسم موسى، رمز الماضي. لم أكن أبدا جزء من النظام الأولمبي القديم، بالعكس ابسولوتلي. أنا كنت من أشد المعارضين، بس في قلبي مصر قبل الأولمبياد زي مصر بعد الأولمبياد، بس أنا جيت. لابد من نظام أولمبي جديد يدعم الحريات الرياضية ويخرج بنا من النفق المظلم، لندخل يعني في نفق آخر. وانا هشجع على رياضات زي الملاكمه، عشان يعني مش هنضرب تاني يا منى، يعني مش هنضرب تاني يا منى. قطار الاولمبياد غادر المحطه وما لحقتش اركبه. يعني انتخبوني قبل ما انسحب، او حد يبوسني، واقول لاي حد عايز يثبتني على الدائري حساب الدائري معايا عسير. على فكره لو انت بتقول يقف مكانك، انا واقف اهو يا فندم. انتخبوني عشان ما حدش ماسك عليا حاجه وحشه. واحب اكد ان ولائي الاول والاخير للمجلس الاولمبي. ده غير ان انا عايز انقل الاولمبياد من لندن عشان الندوات اللي هناك جابت لي عقده، علشان شياطين الانس هناك كانوا متربصين لي. انتخبني لو خيالك واسع. طول عمري مهتم بالهويه الاولمبيه وحقوق عمال الملاعب. وائل الإبراشي مش ممكن يتفوق عليا حتى بشعره. فرصتكم في مرشح رئاسة شعره كاسي، اللي عنده شعر زي ده مرحبا بيه في المنافسة. انتخبني عشان ما اخسرش. Pay every penny to save إسماعيل. انتخبوني
يرحمكم الله. مصر تواجه الكثير من الإرهاصات، والمرحلة القادمة التي يجب أن تتعامل بشكل طردي ومباشر مع دور الإقليمي في المنطقة، مما يؤثر على التوازنات الاستراتيجية بين أقطاب القوى السياسية. إيه؟ اختاروا اللي انتوا عايزينه من السبعة. في اختلاف كبير ما بين المرشحين، أغلب الاختلافات ديت في توزيعة الشعر. المهم ان مصر اداء الاولمبي يختلف بعد اطلاق التراس اولمبياوي، وبدل الميداليه الذهب اليتيمه اللي يجبها لنا كرم جابر في ال30 سنه اللي فاتوا، سقف احلامنا هيعلى، طموحاتنا هتكون بلا حدود. شعارنا للمرحله الجايه يا رب ميداليتين. وبما ان انا كسبت انتخابات الالتراس اولمبي، النتيجه طلعت وانا كسبت، في حاجه احب اوجه دعمي الكامل لكل الرياضيين الاولمبيين في مصر. وبما ان دي هتكون اول اولمبياد بعد الثوره، الطبيعي ان اي اخفاق هيحصل في الاولمبياد هيكون بسبب الثوره، زي البورصه، الانفلات الامني، فيلم عمر وسلمى. عشان كده انا هنزل بنفسي ادعم هؤلاء الرياضيين العظماء واتاكد من كفاءتهم، بما ان انا رياضي مخضرم. هتحدى كل رياضي في لعبته واحط عليهم واكتشف مصادر التمويل بتاعتهم من الملاليم اللي بيحصلوا عليها. زي ما احنا عارفين الابطال الاولمبيين بره بيتصرف عليهم ملايين الدولارات لتاهيلهم، واحنا عندنا في مصر الرياضي بيطلع باكله واحتمال الشاي بتاعه. لما نشوف ثمر فيهم ولا لا. بعد الفاصل هنكمل